استغربت كده زيكم أول مرة عرفت المعلومة دي، إن أول لحظة بيتولد فيها الطفل بيتحمل فيها أول مسؤولية في حياته، ودي معروفة في علم النفس باسم صدمة الميلاد. صدمة الميلاد دي بتحصل أول ما الطفل يتولد، علشان كده بيبدأ حياته بصرخة كبيرة. بعد ما كان الطفل في رحم الأم متجهزة له كل البيئة مناسبة ليه، بيحصل على الغذاء وبيحصل على كل حاجة بدون أدنى مجهود، وبدون ما يضطر ان هو يبذل مجهود علشان يحصل على الغذاء والامان والدفء وكل الكلام ده. فجأة كأنه مثلا حد قاعد في بيته كده، وفجأة بيتهد عليه البيت ويتاخد يترمي حرفيا في مكان ما حد ما يعرفش عنه اي حاجة ولا عارف يتعامل فيه ازاي. لذلك دي بتأثر بشكل كبير جدا. صدمة الميلاد دي بتأثر بشكل كبير جدا في حياة البني آدم لما يكبر بعد كده. لذلك التلامس الجسدي ما بين الأم والرضيع في أول وقت من ولادته مهم جدا. أثناء الرضاعة لازم يبقى في تواصل بصري، في تلامس جسدي. تلامس الجلد بالجلد، جلد الأم مع جلد الطفل، ده بيحسسه بالأمان وبيحسسه بالاطمئنان. علشان كده لما يجي حد يقولك طالما راضع وطالما مغير وطالما معرفش ايه سيبيه يعيط مهما يعيط، الكلام ده طبعا عاري من الصحة، لان الطفل بيكون عنده احتياجات للامان وللاحتضان. امتى ياخد الاحتواء ده وامتى لا؟ فالام هي اللي بتظبط برنامجها على الطفل وليس العكس. وبعد كده بتبدأ تتوالى المسؤوليات تدريجيا، حاجة حاجة. زي مثلا ان احنا نبدأ ننقل الطفل من سرير الام لسرير منفصل، ده بيعتبر نوع من انواع المسؤولية. فعلشان كده ما ينفعش حد يجي يقولك ده صغير ومش فاهم حاجة وعايش في عالم لوحده والكلام ده كله. لا، هو بيحس وبيدرك وكل حاجة، لكن هو ما عندوش مش عارف يفك شفرة الكلمات، مش عارف يفك، انت مش عارف تتكلم معاه، هو مش عارف يقولك انا عايز ايه. بيعبر بالبكاء، بيعبر بالصريخ، بيعبر بحاجات هو فاهمها وعارف.